يا حبايب قلبي دي ايه؟ صينيه مكرونه بالصوص الاحمر. بس طبعا انتوا متخيلين ان دي ايه؟ ان دي لحمه مفرومه. بس انا طبعا زي ما عودتكم انا ما بكدبش عليكم. المفروض ان انا اقول لكم ان دي مكرونه بالصوص الاحمر زي ما انتوا شايفين كده. ان المفروض دي لحمه مفرومه. لا انا مش هضحك عليكم وقلت لحمه مفرومه. ده يا جماعه سجق. ده سجق انا فاتحه الصباع كده وشايله منه الكفر الخارجي اللي بيبقى المحشي في قلبه اللحمه بتاعت السجق. وعاملاها طبعا تشوفها تقول دي لحمه مفرومه. بصوا الجمال والحلاوه. هنعمل ايه ونسمي الليله دي مكرونه اهي. المكرونه دي كانت عندي في الفريزر. كانت مسلوقه وحطيتها عندي في الفريزر. يعني انا ما عملتش حاجه. كل اللي انا عملته عصقت الحشوه بتاعت السجق وخلاص. والمكرونه كانت مسلوقه والتسبيكه دي الصلصه دي بتاعت المكرونه دي عندي. زي ما قلت لكم عندي ايه؟ عندي صلصه متسبكه ببصل المحاشي وعندي صلصه متسبكه من غير بصل لايه؟ للبشاميل للمكرونات اللي بالصلصه والمسقعه وكده. زي ما انتم شايفين هعمل ايه دلوقتي بقى اهو. شوفوا شايفين الجمال. اقسم بالله اللي يشوفها يقول دي لحمه مفرومه. لا دي يا جماعه بالسجق. ريحه وطعم ولون وشكل. بصوا انا ملياها كميه. انا حاطه اصلا ربع كيلو سجق. يعني كل الكميه دي ربع كيلو سجق زي ما انتم شايفين كده اهو. ربع كيلو سجق. نعملها النهارده بقى كده مش بالبشاميل. لا بالصوص الاحمر اهو. زي ما انتم شايفين كده مليانه. بصوا من تحت ومن فوق مغرقاها سجق زي ما انتم شايفين كده. انا قمت جايه فاتحه الصباع وهو ولا منه متلج ولا منه مفكوك. وقمت جايه فاتحاه كده بالسكينه طوالي كده او بالمقص بتاع المطبخ. وقمت جايه شايله الكفر اللي هو بيبقى محشي في قلبه ده. وهنزل ببقيه هنزل بكل الكميه اللي عندي. طبعا انا ما حطيتش توابل كتير لان السجق اصلا بيبقى كله عباره عن توابل. فانا مش عايزه اضيع بقى طعم الصينيه الجميله دي في التوابل. المكرونه دي كانت مسلوقه عندي. كنت عامله مكرونه بالبشاميل وفاضت عندي. قمت جايه حطاها في كيس بتاع التلاجة وحطاها في الفريزر. نفعتنا اهي. قلت بدل ما اعملها بالبشاميل وما اكلها كتير هعمل له الطاجن ده. بيتباع بالشيء الفلاني. الطاجن ده بنجيبه من بره من المطاعم. في طواجن صغيره كده انا هدور عليها ان شاء الله وهجيبها. الطواجن اللي هي الصغيره دي هتعملي الطاجن كده تقلبيه كده. محلات الفراخ بتبيعه. بيبقى في منتهى الجمال. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا المكرونه مسلوقه والسجق مستوي يعني ما فيهوش اي حاجه. وهنسقي بقى بالراحه كده. نسقيها بالصلصه كده بس مش كتير. هو المفروض اصلا الطاجن ده بيتعمل بالمكرونه من غير ما تتسلق. يعني الطاجن ده حتى لما باجي اعمله في طواجن كده او في بريمه المفروض المكرونه ما تتسلقش. بس انا عندي مكرونه مسلوقه. قلت ان عشان انا عايزه اخف في الفريزر شويه وعشان الكهرباء بتقطع بصراحه. فانا عايزه اعمل ايه؟ ان انا اخف الفريزر عندي شويه. وكمان عايزه انجز في الوقت قبل الكهرباء ما تقطع. الصراحه حلوه. الكهرباء تقطع عليها. انا بدور على الاكله السريعه السهله البسيطه ليا وليكوا. يعني تقدري تعمليها لو عندك حبه صلصه. ما فيش لو هتجيبي كيس صلصه من الدكان. كله مستوي في مستوي. يعني بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله عظمه. ايه رايكم بقى؟ الكلام الجميل ده طبعا لازم يدخل على لازم يدخل على الفرن. هدخلها بقى درجه حراره 180. مش هتاخد وقت معايا خالص. يعني بالكتير خالص مش هتكمل 10 دقايق. هي مش هتاخد وش من فوق قد كده عشان برده ما تتحرقش. هوريكم شكلها برده. يا جماعه انا نسيت حبه الجبنه ميكس الجبنه الجميله دي. كنت المفروض احط حبه في النص بس انا نسيت بقى معلش. فانا هحط حبه كده على الوش يدوها لون وهيدوها مطه برده حلوه كده. ده الكيس ده مشكل ميكس جبن من بعضه. زي ما انتوا شايفين كده. لو ما عندكيش جبن ما توقفيش نفسك حاجه. مش هتقول لا هما في المطاعم ما بيحطوش جبن على الوش. بس احنا بنغذيها. اصل احنا ولادنا اللي هياكلوها. بينا على الفرن الكلام الجميل ده. يلا جمال والحلاوه. طبعا هي سخنه جدا. مش قادره ان انا اقطعها واوريكم طالعه ازاي او اقلبها لكم. حاجه بقى كده عسل وحاجه سريعه وخفيفه. هنتغدى بيها النهارده ان شاء الله يا حبايب قلبي. اتفضلوا بقى معانا والى اللقاء. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير باذن الله.